مشاهدي الكرام، السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده واموركم تمام. اليوم غادي نخدم معكم في هذا الفيديو عمل جديد. عمل غادي يكون بالستراس وبالاحجار، يعني الحجم الكبير الحجم الصغير، بالعقيق المهرس، العقيق الطويل العقيق القصير، باللون الفضي والنحاسي والذهبي. يعني تقريبا هادو هما الالوان اللي غادي يكونوا مخدومين بهذه الطريقه هكذا. اللي غادي تلاحظوا بانني كنلصق الاحجار اولا، من بعد غادي يعني نثبتها بالخيط والابره. فالفكره اللي هي ان هذه الخدمه هي يعني الطوق اولا يعني التقويره ديال العنق. يعني كاين بحال هاد الموديلات كيتباعوا اللي كيتخدموا بالجيلاتين، يعني ما يعني غير كيتلصق داكشي، يعني ما مخدومينش بالخيط والابره، يعني ملصقين. لكن انا كنفضل انني نخدم بيديا، خاصه اذا كانت بياسه اولا القفطان اولا القندوره ديالك. يعني هاد الديكور غيجي على القناضر، بصفه عامه غيجي على القناضر، يعني غيجي هائل. المهم هاد الخدمه اللي كيف ما لاحظتوا انني ترصيت اولا، من بعد حطيت لي ستراس اولا السلسله، من بعد ركبتها. يعني استعنت دائما كنستعن باللصاق في الاول، من بعد كنركب الخيط والابره. من بعد ما تبتهم حطيت هاد الاحجار كيف ما كتلاحظوا بهذه الطريقه، يعني ملصقين. من بعد غادي نثبتهم بالخيط والابره، واللي في نفس الوقت غادي نعمر دوك الفراغات اللي كاين بيناتهم بالعقيق، يعني بالزمرد، بالعقيق الطويل القصير، يعني العقيق اللي مبروم، الموزون كذلك. يعني جميع انواع المواد ديال العقيق غادي تكون في هذا العمل. كنتمنى ان شاء الله هذه الفكره تكون يعني ترقكم. كاين اللي كيعملها بالجيلاتين، يعني كتجي اسهل، ولكن ما كتكونش يعني كما غنقول لكم، ربما مع الصابون غادي طيح. يعني اكيد الصابون الثاني غادي يطيح. الا صبرت المره الاولى، المره الثانيه ما غاديش تصبر. لذلك من الافضل انه يثبت، يعني تثبت العمل دائما بالخيط والابره، يعني باش تكوني مرتاحه، وحتى الا صبنتيها ما تخافيش. المهم فكره كما قلت لكم انه التقويره ديال العنق اولا الطوق، يعني كاينين كيتباعوا بالطرز رباطي، اولا طرز يعني ديال الكمبيوتر، اولا بالتنبات. يعني بانوا لي في الاسواق كاينين، يعني بالوان اللي بغيتي يعني كاينين. ولكن داكشي يعني رائج، يعني فين ما مشيتي غادي تلقايهم، وفين ما مشيتي يعني كاين بكميه كثيره، لان هذوك المعامل هما اللي كيخدموا داكشي، يعني كيكون عندك شي بكثره بكثره بكثره. فمن الاحسن تخدمي البياسه ديالك بالذوق ديالك، من غير الا يعني بغيتي تخدمي يعني اش غنقول لكم، تخدمي بكثره، وانك تبيعي المحلات اللي كيبيعوا هادشي ديال العقيق. لانه كما قلت لكم راه كاينين تما كيتباعوا، ولكن موجودين يعني كاين تشابه كبير بيناتهم. فانت الا بغيتي تكون لك هذا مشروع فمزيان، يعني مشروع جيد غير كيبغي شويه ديال الصبر. وراه طبعا غادي ديري الثمن ديالك، غادي ديري ثمن العقيق، ثمن الاحجار، ثمن السلسله، ثمن يعني الثوب، ثمن الوقت اللي ضيعتي فيه، ثمن كل شيء، يعني ثمن كل شيء. من بعد يعني كديري ليها الثمن من بعد ما تقطعيها وكتصلحيها. يعني كتصلحيها كتقلبيها على الخلف وكتصلحيها مزيان، يعني باش تكون مسرحه وتكون مثبته في الاخير، باش تقدمي عمل يعني جيد. المهم غادي يبان لكم من بعد الطريقه اللي يعني خدمتها انا صراحه على تيشورت، جربتها على تيشورت يعني جاتني مزيانه. وممكن هاد الخدمه اللي كنخدم دابا ممكن ان تخدميها بالطول هكذا، يعني يكون هاد القدام يكون طويل بزاف، او لا يكون غير تقويره تكون قصيره، يعني حسب الذوق ديالك. فكما كتلاحظوا هادو هما الالوان تقريبا اللي غيكونوا دارجين في هذا العمل، يعني بين الفضي والنحاسي والذهبي. وكذلك مرة غادي يعني ندير داك العقيق المهرس، يعني نقاط صغيرة بين هادو، يعني باش نهرس هاد الألوان اللي متقاربة. غادي يكون باللون أحمر داكن أولا القرونة. المهم غادي نخليكم تكملوا العمل حتى الأخير، وإن شاء الله كنتمنى الفكرة